ما دمت مش عارف حاجة عن مستقبلك فتوقعه جميل، لأن في كل الاحتمالات اللي بتحطها لنفسك كل يوم لازم تسيب احتمال واحد بسيط لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أي حاجة أنت مش عارف عنها حاجة على الأقل بنسبة 50% لازم تتوقعها كويسة إيجابية نافعة ليك في مصلحتك. بلاش تخلي التفكير السلبي هو المسيطر. على الأقل 50% إيجابية في كل حاجة، لأن ممكن 50-50. وبلاش تحول كل تحدي في حياتك لمعاناة. الحياة مليانة تحديات كل يوم وفي كل حاجة وفي كل موقف بتقابله وفي كل قرار هتاخده. بلاش تحول كل تحدي لمعاناة، لأن بكده عدم رضاك هيزيد، وده مش في مصلحتك خالص، لأن ده مش هيحافظ حتى على 50% اللي بنتكلم عنه. وأرجوك فكر كويس جدا في الكلام ده. سلام.